قبل لما اشرح يعني ايه سيلز. السيلز هو عبارة عن تواصل او عملية اولها او عملية تواصلية او عملية اتصال. عملية اتصال، خلينا اشرح بس كلمة تواصل او اتصال. علشان يحصل تواصل لازم يكون فيه شوية حاجات او شوية شروط. اول حاجة لازم يكون فيه مرسل ومرسل اليه ووسيلة تواصل ورسالة، صح كده؟ طيب، المرسل هو احد الاطراف اللي موجودين قدامك دلوقتي، اما شركه او سيلز بلسان شركه، او كلاينت بيكلم سيلز او بيكلم شركه، على حسب المرسل اليه. المرسل اليه هتلاقيه اما من الكلاينت للسيلز، وعلى اساس ان هو عايز الشركه، عايز يروح للشركه، بس بيروح عن طريق وسيله التواصل او الطرف الوسطي اللي هو السيلز. والكلاينت ممكن يروح للشركه دايركت عن طريق اي وسيله زي الويب سايت، زي الفيسبوك بيج، زي لينكد ان بيج، ايا كان. فهو يقدر يتواصل مع الشركه مباشره، او الاقرب ليه ممكن يتواصل مع السيلز. طبيعي السيلز ممكن يتواصل مع الكلاينت، بس التواصل ممكن يكون عن طريق ايميل، ممكن يكون عن طريق موبايل، ممكن يكون عن طريق بيرسونال ميتنج، او ايا كان وسيله التواصل، مسج على الفيسبوك، ايا كان وسيله التواصل. فلازم يكون في وسيله تواصل. طيب، لازم يكون في مضمون للرساله. مضمون للرساله، اما السيلز هيكلم الكلاينت هيقول له حاجه، والكلاينت المفروض هيرد عليه يقول له حاجة تانية ردا على الجملة اللي السيلز قالها، او الكلاينت هيقول للشركة حاجة وبناء عليه الشركة هتقول او هترد على الكلاينت بحاجة ردا على المسج او الرسالة اللي الكلاينت قالها. فده معنى كلمة تواصل، وده شرح بسيط للشكل اللي موجود قدام حضرتك. خليني اقول لك، الشكل ده مش بس بيوصف عملية التواصل، لا، السيلز هو عبارة عن عملية تبادلية للقيم. عملية تبادلية للقيم. السيلز عايز قيمة من الشركة، علشان نفس السيلز يكون عنده الباشن، ويكون عنده الشغف، او يكون عنده الطاقة ان هو يقدر لو خد القيمة من الشركة يبدأ يدي نفس القيمة، أو يبدأ يدي القيمة اللي الشركة محتاجة توصلها للكلاينت بالظبط للكلاينت. بمعنى، خلينا أدي لكم مثال. السيلز لو خد أو راضي عن الشركة بالانفايرومنت اللي جوه، البيئة الثقافية اللي جوه، أو البيئة اللي جوه في الشركة، راضي عن معاملة مديره ليه، راضي عن السالري بتاعه، راضي عن الكوميشن، بيتعامل كويس جدا في شركته، فبقى بيحب شركته، عايز يساعد شركته، فبقى عنده كل الطاقة اللي يقدر يجيب كلاينتس لشركته. فبالتالي الشركة ادت له قيمة، الشركة ادت له قيمة ومنتظرة من السيلز ده قيمة تانية منه عن طريق العلاقة ما بين الاتنين. يعني ايه الجملة دي؟ يعني الشركة ادت البيئة اللي السيلز محتاجها علشان يقدر يشتغل ويقدر يعيش، فبالتالي دي القيمة اللي السيلز محتاجها. فبالتالي السيلز هنا بدأ يدي القيمة للشركة اللي هي محتاجاها. القيمة اللي الشركة محتاجاها من السيلز ايه هي؟ ان هو يجيب نيو كلاينتس، ويقدر يخلي الاكزيستنج كلاينتس او العملاء الفعليين للشركة راضيين وبيجددوا. فبالتالي السيلز هيكون عنده الطاقة ان هو يبذل كل المجهود وكل الوقت اللي يخلي العملاء الفعليين راضيين، ويخلي العملاء الجداد موجودين وفعليين في الشركة. ده بالنسبة لعلاقة الشركة بالسيلز. تعال بينا نشوف علاقة السيلز بالكلاينت. الكلاينت محتاج حد يحل له البين بوينتس اللي عنده، المشاكل اللي عنده، بشكل effectively وefficiency، يعني بكفاءة وفاعلية، بشكل يخلي
الكلاينت انا فعلا ساعدتك، مش انا موجود علشان ابيع لك، لا انا فعلا ساعدتك، اديت لك القيمه اللي انت محتاجها. ايه هي القيمه؟ هو حل لمشاكلك والبين بوينتس بتاعتك. واكبر قيمه اي سيلز يقدر يديها لاي كلاينت هو ان يحول الخوف والقلق عند الكلاينت لاطمئنان. وده بيجي من الاكسبيرينس والريليشن شيب اللي بتحدث ما بينهم او بتحصل ما بينهم. فبالتالي الكلاينت محتاج من السيلز يحل مشاكله ونقاط الضعف او نقاط الالم اللي بيعاني منها. السيلز محتاج من الكلاينت الفلوس بتاعته، محتاج من الكلاينت رضاه، محتاج من الكلاينت ان هو يستمر في الشركه، يستمر في تعامله داخل الشركه. فبالتالي دي علاقه تبادليه للقيم. بتحصل امتى؟ عن طريق عمليه التواصل اللي بتحصل ما بين سواء كلاينت او سيلز او كلاينت او شركه او سيلز وشركه. كل طرف من دول مستني قيمه من التاني. الطرفين بياخدوها امتى؟ بياخدوها عن طريق العلاقه ما بينهم. لازم يحصل علاقه ما بينهم او لازم يحصل تواصل ما بينهم علشان كل واحد من التاني يعرف القيمه اللي التاني مستنيها منه ويبدا يديها له. اختصارا لكل الكلام ده، السيلز هو عمليه تبادل القيم ما بين طرفين او اكتر عن طريق العلاقه ما بينهم. انا ليه قلت ما بين طرفين؟ لان الطرفين هم ممكن يكونوا طرف منهم سيلز وكلاينت، طرف منهم سيلز وشركه، وطرفين ما لهمش علاقه بالبيزنس اصلا. زي ما استاذ احمد قال، انت وانت رايح تتقدم كعريس للبنت اللي بتحبها، فبتقعد قدام ابوها، حرفيا انت بتعمل سيلينج بروسيس قبل لما تقعد اصلا قدام ابوها. السيلينج بروسيس انت بتبدا تعملها عن طريق ان انت تبحث عن البنت، تبحث عن ابوها، تسال البنت عن ابوها وانطباعه عامل ايه. طيب حد اتقدم لك قبل كده ولا لا؟ طيب لما اتقدم لك كان الراجل ده قال ايه وابوكي كان رده ايه؟ بيحاول يعرف ايه البين بوينتس او ايه الحاجات او الصفات اللي ابوها مستني يعرفها، وبناء عليها هيوافق عليه او هيرفضه. فبالتالي هو بيبدا يجهز لده، بيعمل بروسبكتنج، بعد كده بيعمل كواليفاينج، بعد كده بيقيم بيقيم الراجل ده انا المفروض اديله ايه بالظبط علشان يكون راضي جدا عني. بعد كده ببدا اعمل البرزنتيشن وابدا اروح له وبتبدا تعرف نفسك وانت عملت ايه، انت بتعمل ايه في حياتك اصلا، الجزء الاديوكيشنال بتاعك، الجزء اللي له علاقه بالورك هيستوري بتاعك، مخطط لمستقبلك ازاي. كل الحاجات دي بتحاول تستقبل الجزء بتاع الريجكشن. هو بيبدا يسالك طيب انت مرتبك كام؟ طيب انت عندك شقه ولا ما عندكش؟ طيب انت بيبدا يسالك اسئله. طب امكانياتك كام في ان انت تفرش الشقه كاثاث؟ طيب امكانياتك ايه في ان انت تجيب شبكه؟ فكل الحاجات دي هي هاندلنج اوبجكشن، وهي مرحله الرد على الاعتراضات. بعد كده بتبدا تكلوز. طيب انا ان شاء الله بما اني حضرتك موافق على المبدأ ان شاء الله انا بحب مثلا وليكن اسم سين، ف يعني ان احنا يعني هنكون حابين جدا او اكون حابب جدا ان احنا نحدد ميعاد مع حضرتك انا ووالدي ووالدتي، بحيث ان احنا نيجي ونتفق على كل حاجه ونقرا الفاتحه. فبالتالي ده كلوزنج، تبدا تفولو اب معاه علشان تاكد عليه الميعاد. بعد كده بتبدا تعمل البوست سيل ريليشن شيب مانجمنت، زي ان انت دي تمن مرحله بان انت مثلا تعمل الجزء اللي ليه علاقه بعيد ميلاده
لا قدر الله مرض فبتبدا تكلمه. فانت هنا بتبدا تعمل حاجه اسمها انا بحاول اكسب رضاه واخليه راضي عني وسعيد ان انا موجود في حياته. فبالتالي دي نبذه بسيطه بمثال على السيلينج بروسيس. تمام. فدي اول مرحله هي البروسبكتنج، وده موضوعنا او موضوع الورك شوب بتاعتنا النهارده. حد عنده اي سؤال في الجزئيه دي يا شباب؟ استاذ احمد اتفضل. تسلم، ربنا يبارك فيك، يعني أجدت وأفدت.